وهذه فتاة بلغت من العمر 40 سنة ولم تتزوج، وكانت تجد نفورا شديدا من الرجال، نفور شديد. في يوم من الأيام سمعت مقطعا يتحدث عن فضل سورة البقرة، فقالت سألتزم بها، فواظبت على قراءتها ليلا نهارا، تقول والله العظيم في يوم من الأيام وأنا أقرأ بسورة البقرة وإذا بصوت عظيم يصدر بفناء المنزل، يعني بأرض الدار، وكأن شيئا عظيما سقط على الأرض. فخرجت مسرعة وإذا بالشجرة التي عندنا في الدار سقطت على الأرض وخرج سحر من تحتها، سحر مدفون تحت الشجرة 40 سنة. قالت وأنا الآن بفضل الله متزوجة وعندي أولاد وأنعم بحياة طيبة